ورحلت خادمة القرآن الكريم دون أن يشعر بها أحد في عالمنا العربي. رحلت مريم بنت إبراهيم إنياس عن دنيانا أول أمس 27 ديسمبر 2020 عن عمر ناهز 90 عاما. حفظت القرآن الكريم مبكرا 13 سنة على إيد أبيها شيخ الإسلام الحاج إبراهيم إنياس، واحد من كبار الدعاة الذين كتب الله على أيديهم هداية نفوس لا يعلمها إلا الله، أعداد بلا حصر. جعل الله الحاج إبراهيم سببا في دخولهم الإسلام، ولا نزكي على الله أحدا. وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفرغت الشيخة مريم لكتاب الله تعالى بعد أن تخطت عامها 60 سنة في خدمة كتاب الله. على نياتكم ترزقون. سخر الله لها الرئيس السنغالي الأسبق عبد ضيوف ليهديها قطعة من الأرض بوسط دكار العاصمة السنغالية لتحقق حلمها الأهم والأغلى، أن تبني دارا كبيرة تحفظ فيها أبناء السنغال كتاب الله. وهبها عبد ضيوف الأرض، وأرسل إليها ربك رجالا صالحين ليمولوا البناء والتشييد. حققت حلمها وبنتها وسمتها دار القرآن الكريم. كانت الدار مقصدا لكل من يريد أن يحفظ القرآن أو يتعلم العربية. نحن لا نرد أحدا، هكذا كان شعارهم وما زال. جاء البسطاء والفقراء من كل حدب وصوب يحفظون ويتعلمون، وعندما ينتهي يومهم في التحصيل والعلم كانوا إلى دار بنتها الشيخ مريم في وسط دكار أيضا إليها يأوون. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. الرئيس السنغالي الحالي محمد مكي صال قلدها أرفع وسام في السنغال في 2014 وسمتها السنغال أم السنغاليين. لم يتوقف جهد مريم إنياس في نشر الثقافة الإسلامية والعربية في البلاد على تأسيس مدرسة دار القرآن الكريم، بل وضعت اللبنة الأولى لمجمع شيخ الإسلام الحاج إبراهيم إنياس التعليمي في دكار سنة 84. المجمع اللي يعتبر من أهم المؤسسات المحلية لتعليم العلوم الإسلامية والعربية بمنطقة غرب إفريقيا قاطبة. ولم تتوقف الشيخة عند التعليم والتحفيظ. في 1990 استغلت مريم إنياس ما رزقها الله من قبول وحب في نفوس البشر، سخرت ده في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السنغال والسودان بعد انقطاع دام لسنوات، وكانت سببا رئيسا في حل كثير من الصراعات القبلية والطائفية والدولية في منطقة غرب إفريقيا. كانت في أيامها الأخيرة رحمة الله عليها لا تأنس وهي مريضة في سريرها إلا بأبنائها من حفظة القرآن يأتون ليسمعونها ما حفظوه. كانت نائمة مستلقية مريضة وهم يجلسون حولها يرتلون ويرتلون ويرتلون. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رحلت عن عالمنا وعسى الله أن يتقبلها في الفردوس الأعلى ويتقبل عملها خالصا لوجهه. وكم في دنيانا من نجوم في السماء لا يعلمهم أهل الأرض إلا قليل. عسى أن تكون الشيخة مريم إنياس واحدة من هؤلاء، رحمها الله رحمة واسعة، فقد كانت تنتظر الموت ولا تهاب. الله غالب.
ma jàngal ba ma mokkal ko ma tare ko ci kanam mbooloo ci minal baqara ila naas guddi gu jot buñ jullee gee la bàyyi di oote lëj na bi ñu ñëw toog lëj na mooy commission ñu ñëw toog di ma déglu ma tari ñaar fukki xisib ci guddi ci kanam seede guddi gu njëkk gi guddi ñaareel bi ma tari ñaar fukk guddi ñetteel bi ma tari ñaar fukk mu jeex fanweer juróom-benn xisib mooy alxuraan alhamdulilah ñooñu ku leen fekk da ngay sant yàlla danañ la teeru bu baax alhamdulilah doo am looy ragal laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanun ñooñu ñooy daal alladina amanu wa kaanu yattaqun